الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أهل الإيمان والتوحيد والطاعة والقربات، هنيئا لنا بدخول شهر رمضان الضيف الكريم الذي فضل الله سبحانه وتعالى عن سائر الشهور. إنه شهر الصيام والقيام، شهر القرآن والعبادة. هناك فقرة أريد أن أقف عليها في دقائق معدودة إن شاء الله تعالى، ولا أريد أن أطيل الكلام. كما تعرفون جميعا، من الأعمال الظاهرة التي يجتمع عليه المسلمون في هذا الشهر الفضيل كان صلاة القيام أو صلاة التراويح أو التهجد، بأي تعبير قلته، صلاة التراويح صلاة القيام صلاة التهجد. لكن بهذا الظرف الطارئ في هذه السنة من جراء هذا المرض الذي عم العالم، فإن المساجد مغلقة والجماعات معطلة، ويصعب أن يقوم المسلمون كما كانوا يقومون عليه سابقا في اجتماعهم في المساجد لأداء صلاة الجماعة والجمعة. فعلى هذا نريد أن ننبه على الإخوة المسلمين جميعا في أي مكان كانوا، وخاصة في أهل مدينة بيرث في أستراليا غرب أستراليا. ينبغي أن نستفيد من هذا الشهر ولا يعطلنا هذا المرض وهذا الوباء المنتشر في العالم، أن لا يعطلنا عن العبادة. فرب سبحانه وتعالى رب العبادة في أي مكان وفي أي زمن، فهو ينتظر منا العمل الصالح والعبادة التي كنا نقوم لأجله سبحانه وتعالى. فعلى هذا لا نمسك عن الصيام ولا نمسك عن القيام في هذا الشهر لأجل هذا الوباء. لا شك أن كل واحد لا يشك كيف يصوم، لأن الصوم لا يتعلق بالجماعات، لكن العبادة التي أريد أن نتطرق إليها هي التراويح، صلاة التراويح. نفهم إن شاء الله تعالى جميعا أن الصلوات السنن أو النوافل لا يجب على المسلم أن يؤديها مع الجماعة، بل الأفضل أن يؤديها منفردا في بيته، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة القيام أو صلاة الليل في بيته أو في زاوية من زوايا المسجد بدون أن يكون هناك جمع من الناس يصلون معه. حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع من خلفه أو وراءه مجموعة من الصحابة يريدون أن يصلوا معه هذه صلاة الليل. حصل ذلك في 3 ليال، ثم الليلة الرابعة اختفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفرض عليهم وأن يعجزوا عنه أو يصعب عليهم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته بحيث لا يراه أحد من الصحابة إلا أزواجه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يفضل أن تكون صلاة السنة سواء في رمضان أو في غير رمضان أن تكون في البيوت حتى تبارك في البيوت. والفائدة من الصلاة في البيوت أولا أنها تبارك في البيوت وتطرد الشيطان والشرور عن البيوت. أمر ثاني أنها تكون قدوة للصبيان وللأطفال والأولاد الذين يقيمون في البيوت ولا يذهبون في الغالب إلى المساجد، فإقامتها في البيوت تكون أفضل من إقامتها في المساجد. وبالنسبة للنساء الصلاة في البيوت وفي حجرهن أفضل من الذهاب إلى المساجد، وإن كان المساجد كذلك يجوز لهم الذهاب عندما يكون مفتوحا، لكن في هذه الأيام مغلق. فعلى هذا أقول للإخوة جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا
وغفر له ما تقدم من ذنبه ليس محصورا بالمساجد، بل هو القيام في أي مكان قمت. إذا قمت لله سبحانه وتعالى بكل إخلاص وتجرد تريد يعني أن تجد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، يعني وأنت تصلي في غرفتك في حجرتك الخاصة، فأنت كذا يعني فزت بهذه المثابة وبهذه الدرجة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني أن يؤمن يعني بعظمة هذا الشهر ويعني فضل هذا القيام، وكذلك يحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ليس مراءة لأحد من المخلوقين، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه يعني من الذنوب التي حصلت منه في الأعوام الماضية. فعلى هذا أقول للجميع يعني أحيوا الصلاة في بيوتكم ومع أهاليكم ومع أولادكم وأطفالكم، وقوموا قوموا في بيوتكم كما كنتم تقومون يعني في المساجد يعني بكل خشوع وإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا يعني العبادات يعني الظاهرة منها والباطنة في البيوت وفي غيرها. نسأل الله سبحانه أن يعتق رقابنا من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر سيئاتنا وسيئات والدينا وكل من نحبه. وجزاكم الله خيرا ودمتم على خير، وكل عام وأنتم طيبون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.